العلم قدر يوصل القمر، لكن لحد النهارده مش قادر يفسر الخمس حاجات دول. الماده المظلمه، كل النجوم والكواكب اللي بنشوفها بتمثل 5% بس من الكون، اما 27% منه فهو ماده مظلمه. العلماء ما شافوهاش بشكل مباشر، لكن عرفوا انها موجوده لانها بتاثر بجاذبيتها على حركه المجرات. لحد النهارده محدش عارف هي مكونه من ايه. للوعي البشري، المخ فيه حوالي 86 مليار خليه عصبيه تتواصل مع بعض باشارات كهربائيه، لكن السؤال الحقيقي هو ازاي النشاط ده كله بيتحول لاحساس انك واحد نفسك. العلماء بيدرسوا الموضوع من سنين، لكن مفيش تفسير متفق عليه لحد النهارده. اشاره الواو، في سنه 1977 تلسكوب في امريكا استقبل اشاره راديو قويه جدا استمرت لحوالي 72 ثانيه. الاشاره كانت مختلفه عن اي حاجه معروفه، ولما الباحث شافها كتب جنبها كلمة واو، ومن وقتها عمرها ما اتكررت تاني. كرات الحجر العملاقة في كوستاريكا. في كوستاريكا العلماء اكتشفوا مئات الكرات الحجرية الضخمة، بعضها قطره أكتر من مترين ووزنه أكتر من 15 طن. الغريب إنها شبه كروية بشكل دقيق جدا، ولسه محدش عارف مين صنعها ولا إزاي نقلها ورتبها بالشكل ده من مئات السنين. أصوات أعماق المحيط الغامض، في سنة 1997 أجهزة إشعارات تحت المحيط الهادي سجلت صوت ضخم جدا سموه ذا بلو. في البداية العلماء اعتقدوا إن هو ممكن يكون صادر من كائن بحري ضخم، وبعد سنوات وضعت الدراسات إن مصدره كان تقريبا تشقق أو تحرك جبال جليدية تحت المية. لكن القصة بقت واحدة من أشهر غاز المحيطات. إيه أكتر سر شد انتباهك وللعلماء اكتشفوه بكرة تحب يكون أنهي سر؟